النجمة الممثلة اللبنانية نادين نجام، واليوم رح تكوني نجمة غلاف هيا للعيد. أول شي بدي اسمع منك معايدات وشو أمنياتك بهالمناسبة؟ أكيد بعيد الكل بالصحة وبالخير، وأهم شي السلام، لأنه بعرف إنه في كتير عالم ما حست برمضان مثل قبل، ولا قدرت تجتمع مع العيلة مع هالحروب يلي موجودة بكل البلدان العربية. آه إن شاء الله يا رب السلام بيعم علينا كلنا، وبترجع كل عيلة بتجتمع على طاولة رمضان، وبيرجعوا بعيدوا عيد الفطر وبيفرحوا فيه. اليوم قد إيه كمان العالم إذا بدك توجتك ممثلة، وإذا بدك مش بس ممثلة كمان توجتك ضيفة معززة مكرمة دلك ببيوتهم، يعني نادين بينطروك مناطرة كل السنة كرمال يعرفوا شو عاملة. ليك كتر خير الله، يعني أنا كان هدفي إنه أوصل لمرحلة يقولوا عم بتشوفوا نادين نجام أو عم تحضروا مسلسل نادين نجام، لما يوصل الانكونسيون تبع المشاهد يقولها بلا ما يحس، معناتها إنه أنا قدرت امتلك قلبهم وامتلك محبتهم، وإن شاء الله يا رب ضلني قادرة أحافظ على هيدا الشيء. وأنا أكيد بكبر فيهم صراحة، بكبر بتقديرهم بكلامهم الحلو بمحبتهم. اليوم كنا عم نصور لوكيت بري فول كولكشن من فاندي، واختاروك النجمة العربية اللبنانية العربية كرمال تكوني إذا بدك أول وحدة تلبس البري فول كولكشن. كيف لقيتينا هالكولكشن؟ حلوة كتير، فيها كتير جلامور، كتير كلاس، كتير إليغانت، وكتير ستيل جديد. ما بتلبق لمين مكان، وبنفس الوقت الديزاين إذا المرأة يعني ما كان بيرفكت الجسم بضل يزبط عليها هالدريسز، بس أكيد أي مرة رح تلبس هالبري فول كولكشن رح تحس حالها كتير إليغانت وكتير كلاسي. بس هذا ستيلك يعني. ليك أنا كتير انبسطت لأنه نقينا الأشياء اللي كتير بتشبهني والأشياء اللي أنا بحب ألبسها، وبكرة بيشوفوا بالمجلة. شو في شي جديد غير هلا بدي ارتاح وهيك، بس عرفنا انه في عم تحضر كمان لشي كبير، مفاجأة جاية. ايه مزبوط، عم حضر لشي بس ما فيني احكي بعد عليه. ان شاء الله يا رب اتوفق فيه. اكيد، وانا بتمنى لك كل خير، وثانك يو لانك كنت ضيفتنا ضيفة الغلاف تبع العيد، وان شاء الله كل سنة من سنة انت نجمة رمضان. ان شاء الله يا رب نيكولا، وانا كمان بدي بارك لكل زميلاتي لانه كمان اشتغلوا من قلبهم وكمان كانوا نجوم بمسلسلاتهم. وان شاء الله يا رب ضلني عند حسن ظن كل العالم يلي عم بتشوفني، وكل عيد وانتم بخير. قد ايه بتحبيها لهيا؟ بحب هيا كتير لانه على طول الكوفرز اللي بنعمل بيطلع بيعقد. ثانك يو نادين. ثانك يو.